ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام. واذكروا الله يذكركم، لا اله الا الله محمد رسول الله. وقبل اي حاجه خالص ننزل نحط اللايك. مش هقول لكم عشان خاطري، يمكن ماليش خاطر عندكم، عشان خاطر ربنا عز وجل. حطوا اللايك كده، حطوا اللايك. قبل اي حاجه انا جايبه لكم موضوع، والله ما حكايه، ده موضوع حصل بالفعل وانتشر قوي على السوشيال ميديا. بس انا حبيت اوضح بالفيديوهات والصور زي ما انتوا عايزين. في لما انا جبت لكم فيديو عن اللي حصل لي من الناس السودانيين، من اخواتنا السودانيين. الناس قالت لي انت ما صورتيش ليه، واحنا كنا عايزين فيديو. والله يا جماعه انا ما كدبت في حرف من اللي انا قلته، بس مش معقول اي هتأيدني في اللي هقوله. مش معقول ان انا هسيب ولادي بيبقى في ازاز محدوف وفي طوب بيتحدف وفي خناقه، وهسيب ولادي في وسط الحاجات دي كلها وهفكر اصور. يعني اي مكاني او اي اب مكان، يعني مكان جوزي، مش معقول ان هو هيسيب ولاده وهيفكر ان هو يبدا تصوير، مستحيل. بس والله انا ما كدبت في حرف من اللي انا قلت لكم. انا قلت من اللي شفته عينيا، اللي شافته عينيا انا قلته. في يعني في ناس كانت تقول لي يمشوا مش يمشوا، الكلام ده كله انا ما قلتوش برضو. اللي ما يحترمش مصر واهل مصر يمشي. اللي يقعد في مصر يحترم اهل مصر ويحترم ناس مصر، واللي ما يحترمش مصر يمشي. اي فئه، اي دوله، اي حد، انا ما بخصصش. انا بقول الكلام ده للكل، لان المصريين طبعا اشتكوا يعني حكوا لي حكايات في الكومنتات. هعملها في فيديو تاني، لان انا جايه دلوقتي في فيديو تاني خالص غير اللي انا هحكي فيه. فانا الكومنتات اللي جات لي في حكايات حصلت من السودانيين هحكيها لكم، بس مش في الفيديو ده. الفيديو ده انا جايه لكم بموضوع تاني غريب شويه. من فتره صغيره في دكتوره وجوزها كانوا عايشين في امريكا. تمام. اللي حصل، الدكتور ده قرر ان هو ينزل يعيد يعيد في مصر في بلده، هو ومراته وزوجته، ويا ريته ما جه. بس محدش بيعرف قضايا يا جماعه، ولا حد بيعرف اللي هيحصل له. يعني احنا الحمد لله على كل حال، نعمه من عند ربنا برضو ان احنا ما نعرفش اللي هيحصل لنا. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو يعني وجه جاب مراته دكتوره، جاب مراته ونزل عشان يعيد في بلده وبولاده. معاه ولدين ومراته دكتورة. هو ساكنين في مدينتي، يعني يعتبر أرقى أماكن في مصر. يعتبر مدينتي أرقى يعني أيوة مكان راقي، ما بيسكنش فيه غير الناس الراقية، يعني الناس الأغنياء واللي معاها فلوس وكده. طيب ايه اللي حصل؟ بس مش كل من معاه فلوس كان راقي. والراقي مش اللي هو معاه فلوس يا جماعة، الإنسان الراقي هو راقي بأسلوبه مش بفلوسه. طيب تمام. ايه اللي حصل؟ الدكتور ده لما جه مصر يعيد وكده، فابنه طبعا نزل يلعب فيه. هم عبارة عن كيمباون، وهم زي ما فيلل جنب بعضها، يعني بينهم طريق صغنون كده ممكن تجرش فيه عربيتك كده يعني. فابنه صغير في السن، فنزل يلعب بالسكوتر بتاعه. فهو بيلعب في عربية واقفة، ملاكي عربية واقفة، فهو ختش العربية، ختشها، ليس إلا إنه ختشها، يعني ما خدش حيائك حضرتك، هو ختش العربية خدشا بسيطا يعني. فراح قال لباباه: يا بابا أنا دلوقتي حصل مني كذا كذا كذا، لأنه هو ولد محترم ومتربي، فما يعني لو حد تاني كان أنا مالي. فباباه الراجل المحترم طبعا هو الراجل اللي هو صاحب العربية اللي اتختشت، للأسف هو شغال يعني زي ما يكون رتبة مهمة في الجيش، رتبة مهمة، مش عارفة في الجيش او في الشرطة، المهم ان هو رتبة في البوليس. فهو الدكتور ده اللي هو زوج الدكتورة ده، والله ما عارفة اسمه ايه، خد ابنه وخد راح للراجل اللي هو صاحب العربية. الراجل من صاحب العربية ما يعرفش حاجة، راح قال له: انا بعتذر، ابني عمل كذا كذا، وانا بعتذر لك نيابة عن ابني على اللي هو عمله. يعمل ايه بقى الضابط ده؟ يعمل ايه؟ قام قايم بالعربية، واصبروا معايا عشان انا معايا الدليل بالفيديو، عشان الناس اللي تقول انت بتحكي من غير لا، انا معايا جايبه لكم المره دي فيديو تمام بالواقع، بس اصبروا معايا مفاهيمكم اللي حصل عشان تفهموا. قام رايح اللي هو الضابط،
دور عربيته. طبعا هي زوجة الدكتورة واقفة بابنها التاني، بابنها يعني بعيالها الاتنين الولدين، والدكتور واقف الناحية التانية. فقامت الضابط ركب عربيته وقام رايح دور العربية، وقام رايح عشان يدوس الولد والراجل والأم. فالراجل واقف الناحية التانية، تمام. فلا يا ربي، هو يعني انا مش فاهمه، انا هبين لكم اوريكم الفيديو برضو عشان تفهموا. هو راح يدوس الولد اللي خطش له العربيه ده. فهو اول حاجه فهو في تدويره العربيه الدكتوره خدت عيالها في حضنها، الدكتوره خدت عيالها في حضنها من خوفها على اولادها. قام دايس على الدكتوره بالولدين، وقام رايح يجري على الاب عشان يدوسه. فالاب في سور صغير كده، فقام ناطط من عليه الناحيه التانيه. فقام الظابط ده ما كفوش ان هو داس على الدكتوره بولادها، قام راجع عليهم بالعربيه تاني. يا جبروتك، يا جبروتك. طبعا الدكتوره فقدت الحياه، الله يرحمها ويرحم موتانا جميعا، والولدين في المستشفى بين الحياه والموت. وطبعا اللي هو زوج الدكتوره اللي هو التاني طبعا نطته في الجنينه الناحيه التانيه، انقذ حياته، بس للاسف ما عرفش لا ينقذ مراته ولا ولاده. تعالوا معايا نشوف الفيديو عشان تتاكدوا من كلامي. هو جه هنا وطلع من المطلع دوت بفردة كاوتش عشان يخش، الفرامل باينه اهي، ودخل في الراجل، ربنا نجاه، نط على الكبوت، قام لابس في العمود ده، وبعدين رجع تاني عدل نفسه. الدكتوره بقى الله يرحمها جت من الزاويه دي وجرت تشوف جوزها، جرى وراهم في الممر ده. الراجل جرى استخبى في الفيلا اللي وراه دي تحت الانشاء، نط منها. فهو دخل برضه باب العربيه اهو، هو دخل برضه خبط هنا، فالراجل نط هنا، فجرى خبط في العمود ده، بقيت الرفرف اهو، ورجع بظهره. ما كانتش الست توفاها الله لسه، رجع بظهره في الممر ده برضه، العمود ده خبطه، قاتل العمد يعني. رجع في الممر ده بظهره زي الفيديو، ونزل تحت، ووقف حوالي 3 ثواني يفكر هيعمل ايه، وخد قراره انه يطلع تاني الممر ويدوس على الست يموتها. لازم تبقى قضية رأي عام وكل مصر تتكلم عنها. زي ما انتوا شفتوا كده، زي ما هو حكى لكم بالتفصيل. يعني انا قربت لكم يمكن هو يكون حكى، لان الواقع حصلت في نفس المكان ده. انتوا متخيلين يعني ان احنا خلاص، يعني هو انت عشان ظابط او رتبة عالية ليك حق تدوس على البني ادمين؟ ده انت مفروض خادمها، سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم، وليك اي حق تعمل. بس انا يا دكتور لو هتسمع الفيديو ده، او انا ما اعرفش هو دكتور ولا لا، بس هي زوجته دكتوره، انت محترم عن اللزوم. مش كل الناس يجب عليها انك تحترمها الاحترام ده، لان يعني هو عشان عنده ضمير شويه فقال ان انا اروح اقول انا عملت كذا 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 واعتذر. وكمان قال له لو العربيه فيها اي حاجه انا هعملها على حسابي. انت قمه الادب وقمه، فقدت زوجتك، بس يعني انا الله يرحمها هي ماتت بتدافع عن ولادها، فيا رب يجعلها مسواها الجنة ويرحمها ويعوضها خير. وانا والله ما عارفه اقول ايه، بس دي من قصه من عجائب الزمن. ده هو ختش العربيه حضرتك، ما ختش حيائك. امال لو ختش حيائك كنت عملت فيهم ايه؟ ختش العربيه. اللي بقى انا عربيتي واقفه بره، او اي عربيه واقفه بره، واحد عيل ماشي بدبوس ولا مسمار ننزل نلاقي العربيه مختوشه عادي، نقول يلا ربنا يعوض علينا. وانت تعمل كده؟ مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ويا رب هو طبعا اتقدم للقضاء واتحبس ويتقدم للمحاكمه، لان احنا عندنا في مصر يعني قضاء عادل، وان شاء الله ياخد جزاته وربنا على المفتري. ما تنسوش تحط اللايك واستنوني عشان في فيديو جامد جدا
انتوا منتظرينه وانتوا طالبينه مني. كذا حد طلب مني في الكومنتات اتكلم على موضوع سفاح التجمع، كلكم عايزين تعرفوا ايه اللي حصل في المحكمه واتحكم عليه بايه. من عينيا الاتنين، انا مش ناسيه التعليق بتاعك يا ايه، مش عارفه اسمها ايه تقريبا، وحاضر من عينيا. انا هجيب لك احاول افكر واشوف هو اتحكم عليه بايه واعمل لك فيديو يا حبيبتي من عينيا. تشير لايك وعنيا ليكوا، اي طلب تطلبوه مني عنيا ليكوا. كومنتاتكم كلكم انا بقراها واحد واحد، ولو ممكن على فكره ممكن كومنتاتكم تفيدني في حاجات كتير ابقى غلطانه فيها. مش بتكبر خالص ان انا اعرف ان انا غلطانه. كومنتاتكم بتفيدني كتير 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 كتير، وانا بحبكم قوي قوي قوي. ادعموني بقى يا جماعه، اختكم ايمي من مصر يعني ادعموني، ومن بره مصر برضو ادعموني، كلنا اخوات وحبايب. يلا باي باي.